بيبدأ الفيلم بمجرم بيدخل شقة مستشار أو سايبر بتاع مستشار. بنلاقي المستشار قاعد حاجز جهاز ساعة، فالمجرم بيكتم نفسه بمنديل وبعدين يضربه بالرصاص. طب ما تضربه بالرصاص على طول يا معلم، يعني ايه لازمة المنديل والحوارات دي؟ بيبدأ يدور في الجهاز على اليابانية ما بيلاقيهاش، فبيقرر يكتب رسالة على الوورد إن المستشار انتحر. غالبا اللي هيقرا الكلام ده ممكن يسيب المستشار والانتحار ويركز على الرسالة بسبب الأخطاء اللغوية اللي فيها. بنخش على التتر وما تفهمش اسم الفيلم، هل هو نصيحة لدنيا إنها تكسر شمال عشان الطريق مقفول، ولا هم قصدهم يشتموها؟ وما تعرفش برضه يعني هل المقصود دي الدنيا بتاعتنا احنا، ولا الدنيا دي تبقى الإكس بتاعت المخرج مثلا وحب يدسها. بنشوف طارق اللي بيصحى يتأمل في صورة أميرة. يا صباح الفل. امتى بقى هتحس باللي جوايا؟ امتى هقول لك بحبك وانا مش خايف؟ ده كلام حب ده ولا رسائل في الازر؟ يعني ده كان ناقص يقول لها انا خدام صوابع رجلك. غالبا كده شمال يا دنيا دي يقصدوا بيها طارق. بينزل طارق الحاره عشان نعرف انه متقمص شخصيه احمد السقا وبيوزع على الناس فلوس وجدعانه. ادي 5 جنيه، تصلح الجزمه وتروح بيها المدرسه، وليك عليا يا عم اول الشهر هجيب لك جزمه ابو تريكه. هو مجهود يحترم منك يا فنان، بس ال5 جنيه دي يا دوب تجيب له جزمتين على دماغه من الجزماجي. بنشوف اميره في الكباريه بتمارس هوايتها المفضله في الجدعانه مع الناس وبتديهم فلوس. الفيلم كله ناس كرمه ما شاء الله. وبنكتشف كمان ان طارق شغال معاها في نفس الكباريه. ده ايه كباريه الاخلاق الحميده ده؟ انتم متاكدين ان ده كباريه ولا جمعيه خيريه؟ بتخلص اميره وبتقابل ادهم اللي بيقول لها انه هينتج لها شريط، والمفروض هو بيقول لها خبر كويس، لكن ملامح وشه كانه بيقول لها انت شلت فيزياء ثانويه عامه. بيجي طارق فاميره بتبلغه الخبر فبيقلق. وبنروح لبيت ادم وبنعرف ان مراته ست طيبه وبتعمل خير كتير، بينما حماس لين بيكون رجل اعمال كبير ومحتكر السمك في مصر. على كده بقى ممكن نعتبره من حيتان السوق. بنرجع لادم في الكباريه اللي هو صاحبه بس مش معرف عيلته، وهو بيتواصل مع طارق بالتليفون ومش فاهم ايه الفكره الحقيقه. يعني ده لو على صوته شويه هيسمعوا بعض. وبعدين في يا جدعان، يعني الفيلم لسه في اول ربع ساعه وفي 3 اغاني، انتوا تقريبا بتفصلوا بين كل مشهد والتاني باغنيه. ده السبك نفسه ما عملهاش. بنشوف بعد كده نشاط ادم الحقيقي وهو رايح يقسط اثار بفيزة مشتريات، فالفلوس ما بتكملش معاه، فبيضطر يدفع بالباقي سلاح وذخيره. وبنفهم انه تاجر اثار وسلاح ومخدرات وبياكل مال اليتيم ويحل بورث اخواته. ده كل الشخصيات اللي في الفيلم طلعت شمال مش دنيا بس. بنروح لام اميره في المستشفى وطارق جاي يزورها ويطمن عليها. بعدها بيوصل قريبه حسنين من البلد وبيتخانق مع بتاع التوك توك عشان الاجره جنيه. والفيلم على فكره انتاج 2013 مش 1940 مثلا. ليه؟ هو ذكر ولا انتاي؟ لو انت الصادق ترانسجندر يا عم المضحك. بترجع اميره الكباريه بعد امها ما قامت بالسلامه، يعني بدل ما تصلي ركعتين شكر ولا تعمل لها عمره قالت تروح الكباريه. المهم انها بتلاقي طارق قاعد بيكتب شعر. بشوفك في السما نجومها وفي المزيكا مقسومها، في حدوتي وسجادتي وأيامي اللي أنا بصومها. بحبك طول ما أنا عايشة، بحبك حتى لو طايشة. اكيد دي مستوحاه من رائعه الفنان عماد يوسف والله لانساكي. صحيح صوتك وحشني، صوتك وحشني وحشتيني. بيني وبينك اصلا عماد يوسف نفسه ما يرضاش يكتب الكلام ده. بتاخد اميره الشعر وبتروح لادهم اللي بيعجب بيه، ولكن برضه بنفس رياكشن الوش. غالبا هو شارك في الفيلم ده بالغصب عشان عليه اقساط. المهم بيشتري الاغنيه منها ب1000 جنيه. ده شاعر الغيه والشاعر الفاجر بياخدوا اكتر من كده. كتب كلامنا الفجر الشاعر حط على اي حنطوب. أنت موهبة مدفونة. فعلا موهبه مدفونه، لعن الله من ايقظها يا اخي. الفنان بقى مش يسكت، لا راح لقهوه صاحبه سكر وحسنين يكمل الشعر. ولو ناوي يعني تخلف خد احتياطاتك قبل ما تسمع القصيده دي. بحبك حب دوشني وفركشني ومن جوايا طفشني، ده انا معصور في حبك عصر. بحبك حب فتفتني وكلفتني وعيشني وموتني. بحبك قد حبي لمصر. لا تدع للمرء زمامك فيصبح من وراءك أمامك، فإن الحقير يبني بصالح طامك. بنلاقي حسنين باع حته ارض وجاب فلوسها وقرر ينتقم من منظومه التكاتك في مصر عن طريق انه يشتري خط تكاتك كمشروع العمر. بنشوف ادم بعدها قاعد مع ملحن متقمص شخصيه حلمي باقر. يا خسارة الفن باظ. بيطلب منه ادم يمشي اول ما اميره تيجي عشان يستفرد بيها، بس بيكتشف انها ما جاتش لوحدها وجابت طارق معاها، فبيستقبله بوش. يعني انا لو حد بص لي البصه دي مش هكمل معاه الفيلم. بنشوف بعدها ادم وهو قاعد مع حماه اللي بيقول له انه عارف انه بيخون بنته وشارك كباريه وبيعمل حاجات كتير مش حلوه، بس ده مش مشكله بالنسبه له. المشكله الحقيقيه انه بيتاجر في السلاح والاثار وبيبيع اعضاء بشريه. طبعا انت هتعتقد انه اتضايق عشان حرام او عشان مركزه السياسي، لا هو زعلان عشان مش بينصص معاه وبيطلب منه 10 مليون جنيه.
ونعم النسب والله، يعني عيله تشرف. على طول بعدها بنشوف سليم في لقاء على الهوا. بس انا ضد بيع اراضي الدوله بدون اجراءات قانونيه شفافه. انا كنت هدمع الحقيقه، ولكن قاطع دموعي مرات ادهم وهي بتقول: انا عمري ما شفت حد عنده شرف وضمير زي بابا. صح يا ادهم؟ بابا هو في زي بابا؟ بنرجع للقاء والمذيعة بتسأله سؤال شخصي، فبيوقف اللقاء وبياخد المذيعة عشان يهزقها على السؤال ده. والسؤال الحقيقي هنا للمخرج: اللقاء ده متسجل ولا متذاع الهوا؟ اصل معلش لو هنضايقك، يعني بنتك وجوزها قاعدين بيتفرجوا في البيت. بعدها بتروح أميرة لأدهم البيت، فبيحاول يمارس البغبغاء معاها، فبتقول له: استوب ثانية هعمل مكالمة لحد ينقذني. فبتتصل بطارق اللي مستناها تحت وبيطلع ينقذها. بصراحة رجالة قلبه جامد، يعني أنا بخاف من رياكشنات أستاذ أدهم وهو بيبص لنا. تخيل بقى تروح تتخانق معاه. بيفكر طارق وأميرة بعد كده هيعملوا إيه بعد ما سابوا الكباريه، وبتبدأ علاقتهم تكبر لدرجة إنهم بيشربوا كوكتيل فواكه، ودي رسالة رمزية إخراجية إنها ابتدت تحبه. حسيت كده كأني عايمة في المية، وفجأة راحت جاية موجة عالية جدا دب لسعتني في وشي. دب ولسعتك؟ بحبك. وأنا كمان. المهم رجل الأعمال أكرم بيتفق مع أدهم ضد عدوهم سليم عشان يخلصوا منه، وبيبدأ أدهم يخطط إنه يخلص من حماه. فبيكتشف إن الرقاصة اللي مصاحبها هي الجاسوسة اللي بتنقل أخباره لسليم، فبيقرر يقتلها وهي بتستحمى. لو هتسألني ليه أقولك أكيد عشان تبقى جريمة نظيفة، تلاقيه مش عايز يوسخ إيده مثلا. بيرمي أدهم تليفون طارق اللي وقع منه ساعة الخناقة في بيته في مسرح الجريمة، فالحكومة بتقبض على طارق وبتتهمه بقتل الرقاصة، وبياخد 4 أيام. وجود الموبايل بتاعه في مكان الجريمة ده يبقى دليل ضده، خصوصا بقى ان الاستاذ طارق عمل مكالمة منه قبل القتل بدقايق. فعلا سبب منطقي جدا، اكيد كان بيطلب اوردر مثلا عشان هيجوع ويفرط بعد القتل. بنروح لادهم اللي بيقدر يجيب ورق مهم ضد سليم، بينما على الجانب الاخر بنلاقي سوسايد سكواد الغلابه، واللي مكون من اميره في قلب الهجوم ومعاها سكر وحسنين في خط الضحك، وبيبداوا يمارسوا افشل حاجه بتتعمل في السينما المصريه وهي التنكر. المهم بيحاولوا يلاقوا دليل ضد ادهم. السلام عليكم، انتوا مين؟ احنا بتوع الغاز وجالنا بلاط. طبعا كلنا عارفين ان الشرير لازم يسيب مستندات توديه في داهيه في درج التسريحه، دي بديهيات. ليه ما بيحرقهاش، ما بيقطعهاش، ما بيقليش عليها بطاطس مثلا؟ الله اعلم. المهم بيسرقوا المستندات، وبتروح تعرف مراته بالورق اللي لقيته، ويروحوا النيابه يسلموا الاوراق، ومراته بتعترف ان التليفون بتاع طارق كان مع جوزها. انا مش فاهم والله ايه اللي جابك الفيلم ده مدام، يعني الفيلم كله ناس شمال وانت طيبه قوي. بيخرج طارق، بينما الشرطه بتروح عشان تقبض على ادهم، فبيلاقوا سليم بعت ناس قتلته وسابوا له المسدس زي المستشار اللي قتله في اول الفيلم. طبعا انت ممكن تقول ان دي سخريه القدر، بس انا بقول دي مجرد سخريه من المؤلف واستخفاف بعقولنا. سيبك انت، بص ما شاء الله وشه نور كده وبقى مبسوط لما اتقتل، صحته جت على القتل بدل ما كان طول الفيلم مكشر في وشي. في النهايه سليم ما بيتقبضش عليه عشان مسؤول كبير وراجل شرير جدا بيشرب فيروز اناناس، وبنشوف خبر ترقيه في الجرايد وطارق بيقرا الخبر بغضب. وواضح جدا ان دي اشاره ان البطل هيكمل مواجهته ضد الشر، وان دي علامه ضمنيه لوجود جزء تاني من الفيلم، واللي هيكون اسمه شمال الجايه يا دنيا قبل الاشاره. ما تنساش بقى قبل ما تخرج تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتروق علينا كده عشان خلاص الواحد يعني فاهم جاب اخره من الحاجات اللي بيشوفها دي، عشان ايه تدعمنا كده ونكمل. واشوفكم في مره تانية في ملخصات غلبة تانية، وسلام.